ازيكم يا جماعه والبريمير ليج. طبعا الاسبوع ده كان فيه اهم ماتشين، ماتش مانشستر يونايتد وليفربول وماتش السيتي وتشيلسي في نهائي الكاس. تعالوا نبدا الاول مع يونايتد وليفربول. الماتش زي ما كل الناس توقعت وزي ما كل الناس كانت متوقعه ان الماتش هيبقى مقفل جدا زي ما عادت الماتشات اللي في اخر سنتين وكلها تعادل. شفنا الماتش ليفربول طول الماتش ما فيش اي شوطه خالص على جون مانشستر عامل دفاع حديدي. والشوط الاول طبعا حصل حاجه غريبه جدا، الشوط كان كله اصابات. طبعا 3 تغييرات عند يونايتد، عندك هيرا اتصاب، بعد كده ماتا اتصاب، بعد كده لينجارد نزل واتصاب وخرج تاني. في الموضوع كان غريب جدا، مش عارف في ايه بصراحه. والناحيه الثانيه فيرمينو رجله اتلوت وخرج هو كمان. الشوط الاول مانشستر يونايتد كان قافل ورا صح جدا 4-2-3-1. الراجل عامل حساب كويس جدا لفرقه ليفربول وعامل حساب كبير جدا ان هو ما يسيبش مساحات لعيبه ليفربول ان هم بيستغلوا الحته دي. طبعا شفنا يمكن مانشستر كل الهجمات بتاعه ليفربول كانت بتخلص عند دفاع مانشستر، يعني ليفربول ما شطتش اي شوطه على ديخيه، ودي حاجه طبعا كانت غريبه جدا. ودي مشكله عند ليفربول بقى لها فتره واحنا اتكلمنا فيها قبل كده لما طلعت مع يوسف كذا مره واتكلمت في الحته دي ان ليفربول ما عندهاش اي حلول لو ما فيش مساحات في الملعب. يعني انت الفرقه اللي قدام ليفربول لو لعبت زون ديفنس وما فيش اي مساحات خلاص الفرقه بتقف، لا في كروسات، كل الكروسات على الارض، وطبعا على الارض بتبقى سهله جدا للمدافعين. كمان ما فيش اي شوط من بره، لا ماني بيشوط ولا فيرمينو بيشوط ولا صلاح بيشوط. فدي حاجه نقطه ضعف كبيره جدا عند ليفربول السنه دي. كمان صلاح طول الماتش كان مختفي، قال لك ده خرج من جيب يانج دخل في جيب لوك شو. صلاح برضو يعني بصراحه لغز كبير جدا السنه دي، كل الماتشات الكبيره هو مختفي ما بيعملش اي حاجه طول الماتش، مش عارف يعدي خالص من لوك شو. حتى سولشاير بعد الماتش قال احنا ما شفناش صلاح خالص طول الماتش، ده معناه ان لوك شو نجح في المهمه، ودي حقيقه فعلا. صلاح يمكن هو الحاله اللي هو فيها دي حاله لعيبه ليفربول كلها. صلاح طبعا السنه دي بقى عليه ضغط كبير، اللعيبه كلها بتنزل مركزه معاه، ممكن بيتلعب عليه مان او دبل مان، فدي حاجه طبعا بتصعب المهمه عليه. كل فرقه نازله عامله حسابها ليه، وكمان فرقه ليفربول ما عندهاش اي حلول تانية، فطبعا ده بيأثر على صلاح ومأثر على مستوى الفرقه وبيخلي الفرقه تظهر بالشكل ده. مانشستر يمكن الشوط الاول كله ما راحتش غير بكره لينجارد لما نزل لوكاكو لعبها له كده ثرو، يمكن اليسون شالها. غير كده مانشستر الشوط الاول كانت بتدافع كويس جدا، وطبعا هي مانشستر في الظروف اللي هي فيها دي والاصابات اللي عندها طول الشوط الاول هي مش مطلوب منها اكتر من كده. انت بتلعب متصدر الدوري، فرقه تقيله جدا، فانك تقفل كل المساحات وانك تقفل الدنيا عليها وانك ما تخليهاش اصلا تعرف تشوط على الجون، ده نجاح كبير جدا لدفاع مانشستر ولسولشاير. الشوط الثاني كمل بنفس السيناريو، يمكن كلوب حاول ان هو يعمل تغييرات، نزل شاكيري ونزل اوريجي، بس هي برضه نفس الفكر، الفرقه مش لاقيه مساحات، الفرقه مفيش حلول. انا بصراحه مش فاهم ليه شاكيري ما بيلعبش من اول ماتشات اساسي، وليه هو ما بيلعبش 4-2-3-1. لازم الراجل يدور على حلول يا جماعه. انت دلوقتي فرقه ليفربول الناس كلها عارفه ان انت بتلعب على المساحات، خلاص يبقى انا لازم بقى انوع، العب باثنين مره راس حربه والعب على الاوفرات. شاكيري بيشوط من بره حلو، يمكن تشامبرلين السنه اللي فاتت كان بيزيد في الحته دي ويشوط، لو رينالدو بقى بيشوط ولا ميلنر بقى بيشوط، فالحلول السنه دي بقت قليله جدا. وبصراحه فرقه ليفربول السنه دي مقدمه مستويات وحشه جدا. ماتب بقى انا بصراحه مش عارف يعني هو عايز ايه من ليفربول. ماتش بايرن شاط شوطه في نفسه واليسون شالها، الماتش ده دخل جون في نفسه والحكم ما حسبهاش وحسبها اوفسايد. فبصراحه انا مش عارف الراجل ده يعني ناوي يودي جماهير ليفربول لفين، ونقطه ضعف كبيره جدا في دفاع ليفربول. وبصراحه انا شايف يعني انا مش عارف والله، انا مش عارف يعني ده بيلعب ازاي في فريق زي ليفربول. يعني يمكن الناس كلها لما شافت تشكيل مانشستر قالت ان هيبقى في نقطه ضعف في قلب نص ملعب بتاع مانشستر، لان طبعا ماتيتش كان مصاب ما لعبش، وكمان هيرا خرج بعد اول تقريبا تلت ساعه في الماتش، لكن ماكتوميناي وجنبيه اندرياس بيريرا يمكن قفلوا شويه الحته دي، والراجل كمان بوجبا وطبعا مات لحد ما طلع، ولما حتى كمان لوكاكو لما كان بيروح ناحيه اليمين وراشفورد كان بيخش قدام وسانشيز الناحيه الثانيه، لا عملوا كومباكت كويس والفرقه كانت بتقفل دفاع كويس. وزي ما قلت لكم احنا ما شفناش خالص اي هجمه لفريق ليفربول، ويمكن حتى كلوب بعد الماتش طلع واتكلم وقال ان هو محبط جدا من اداء الفريق. وطبعا دي حاجه يعني طبعا حاجه غريبه جدا، انت بتلعب مانشستر وكل نقطه مهمه جدا عشان انت بتنافس السيتي على صداره الدوري، فانك تعمل اداء زي ده في ماتش مهم زي ده، دي حاجه الناس كلها ما كانتش متوقعاها. فاكرين في شهر 12 اللي فات لما طلعت مع يوسف كان سالني هو وقال الناس كلها بتقول ان ليفربول خلاص خلص الدوري وفرق 7 نقط، قلت له لا، لسه الدوري طويل، السيتي يمكن كانت بتمر بازمه كده لكن هترجع تاني، وليفربول يمكن ما عندهاش دكه والفرقه بقت محفوظه لكل الفرق، فانا مش شايف ان الدوري اتحسم ولا حاجه، وشايف ان السيتي هيرجع تاني. اعتقد ده اللي حصل، يمكن ماتش عن ماتش ليفربول بيقدم اداء اسوء من اللي قبليه. انا بصراحه مش عارف دوري ابطال اوروبا قدام بايرن هيعملوا ايه، الاداء سيء جدا، يمكن الجماهير كلها وحتى صلاح اتكلم قبل ماتش مانشستر وقال لك ان احنا فعلا علينا ضغوط وان احنا لازم نكسب الدوري، الفرقه كلها مش في مستواها، الفرقه كلها مش عارفه تلعب.
اداءها بقى محفوظ لاي فريق قدامها، وطبعا دي حاجه هتخلي الموضوع يعني بصراحه لو ليفربول السنه دي ما خدش لا دوري ولا حتى كمان وصل نهائي تشامبيونز ليج زي السنه اللي فاتت، اعتقد انه صلاح انه يكمل في ليفربول او حتى كلوب الموضوع هيبقى فيه شك كبير. لو جينا نروح ليونايتد فبصراحه هو مش مطلوب منه اكتر من كده. الراجل جه مسك فريق يعني معلش ملطشه لاي حد، عمل شخصيه للفريق، الفرق دفاعيا بقت واقفه على رجلها، بيلعب على الكاونتر اتاك، بس الراجل في الكواليتي اللعيبه اللي موجوده والقماشه اللي معاه هو بيطلع احسن حاجه قدام ليفربول. بيتصاب منك ثلاث لعيبه في الشوط الاول، وبالعكس الفرقه ما اتهزتش، الفرقه واقفه على رجلها بتلعب، وضيعت اكتر من فرصتين بالظبط طول الماتش، وبتلاقي متصدر الدوري. فدي حاجه تحسب لسولشاير وتحسب حتى كمان لعيبه مانشستر. تعالوا بقى نروح لماتش السيتي وتشيلسي اللي كان فيه حاجات غريبه جدا بصراحه. الماتش طبعا خلص 0-0، واللي اتفرج على ماتش الدوري ماتش الستة للسيتي طبعا ما كانش متوقع ان ده هيحصل خالص. ساري بقى اتعلم من اللي حصل في ماتش الدوري وقال لك انا مش هينفع افتح قدام السيتي زي ما حصل في ماتش الدوري، ولبس يعني ايه زي ما بيقولوا عباءه كونتي. الراجل لعب 4-3-3 لكن لعب بهازارد فولس 9 وخلى ويليان وبيدرو يلعبوا عشان يرجعوا يساعدوا مع الثلاثه بتوع نص الملعب كانتي وجورجينيو وباركلي عشان يقفلوا اي مساحه لفرقه السيتي ممكن تلعب عليها. وزي ما الناس كلها بتتفرج وعارفه ان راجل جوارديولا بيلعب على الهاف سبيسز، واي مساحه بتفضى بين المدافع وبين السيرد باك او بين المدافع وبين الباك على طول هو بيستغلها، وازاي السرعات وازاي الحركات المفاجئه. الراجل ساري قفل له كل الكلام ده. في الوقت نفسه كان على طول اول ما الكره بيقطعها بيلعب على طول على هازارد اللي عمل ماتش عمره بصراحه. الراجل 100% مراوغات صحيحه، كان بياخد الكوره وبيرقص اي حد قدامه، يا اما اللي قدامه عشان يقطع منه الكوره بيعمل معاه فاول، غير كده هازارد الكوره في رجله مغناطيس بصراحه. طبعا الماتش كله كان عباره عن ان السيتي ماسك كوره وبيحاول مره من اليمين ومره من الشمال عن طريق برناردو وستيرلينج وبرده نص الملعب سيلفا ودي بروين. لكن زي ما قلت فرقه او ساري عامه مع تشيلسي قفل قلب الملعب صح جدا، وحتى كمان الاطراف ناحيه اليمين ازبيليكويتا كان واقف قدامه بيدرو، والناحيه الثانيه ايميرسو كان واقف قدام ويليان، فقفل الاطراف خالص. القلب يمكن كانتي الماتش ده كان عنده يمكن ادوار دفاعيه اكتر شويه من الماتشات اللي فاتت، شفناه بيزيد في كوره، وفي كوره الشوط الثاني اتلعبت له وشاطها كده كان ممكن يخلص الماتش بصراحه. والماتش يعني زي ما بيقولوا كان تحس ان هو استحواذ سلبي في نص الملعب. الفرقتين السيتي ماسك كوره بتقطع منه، تشيلسي على طول بتتاخد منه الكوره، فالماتش كان يعني ما حدش خالص كان متوقع ان الماتش يمشي بالشكل ده. والماتش راح للوقت الاضافي. في الوقت الاضافي بقى بدا ان الراجل ساري يعني ايه اللي هو ايه هيريسك شويه، نزل هيجوايين ونزل اودسون، وبيحاول الراجل ان هو ايه قال لك انا هخطف واقفل ورا، وفعلا الراجل حاول يخطف، بس طبعا فرقه السيتي كانت واقفه على رجلها. يمكن اصابه فرناندينيو برده اثرت شويه، بس دانييلو الى حد ما قفل شويه الحته دي. طبعا بقى لو هنتكلم عن اللقطه الابرز في الماتش فهي اللقطه بتاعت كيبا طبعا وساري. اللقطه دي كانت غريبه جدا، الناس كلها شفنا كيبا قاعد مسك رجله ووقع على الارض. انا بصراحه اول ما شفت اللقطه دي على طول جه في بالي ان دي حاجه هو مخطط لها هو وساري، لان كابايرو هو اصلا بيصد ضربات جزاء احسن من كيبا. فانا اول ما شفت اللقطه دي قلت يبقى الراجل خلاص ساري متفق معاه وهيطلع. انا بعد شويه لقيته ايه بيشاور وانا هكمل وبتاع، وساري متنرفز، وكابايرو خلاص قام لابس وبتاع وعايز ينزل، وساري عمال يقول له اطلع، وكيبا يقول له لا انا مش هطلع انا هكمل. وبدات بقى خناقه، وساري متنرفز وبيرمي الحاجه في الارض ويطلع الممر ويخش تاني. فبصراحه حاجه كانت غريبه جدا، الناس كلها كانت مستغربه من اللي بيحصل. ازاي مدرب بحجم ساري بيقول اللعيب بتاعه اطلع واللعيب مش عايز يطلع، قال لك لا انا هلعب وهكمل. ودي لقطه يمكن اثرت شويه على نفسيه لعيبه تشيلسي، والحكم راح للراجل ساري وقعد يقول له انت هتعمل ايه؟ قال له انا مش عارف، انا عايز اطلعه وهو مش عايز يطلع. والموضوع اخد حوالي بتاع 3 4 دقايق وسط يعني الناس كلها مستغربه من اللي بيحصل ده، لحد ما في الاخر كيبا مشى اللي في دماغه ولعب. اللي حصل من كيبا ده بقى حط عليه ضغط كبير جدا، ان هو بعد ما عمل طبعا كل المسلسل اللي حصل قدام الناس ده لازم هو يكسب فرقته. وفي ضربات الجزاء يمكن راح لكورتين وعدوا من تحت ايده. بصراحه هو ما كانش ليه لازم خالص يعمل اللي هو عمله ده، كان ممكن يشيل من عليه الضغوط ومع الفرقه كلها ويطلع ويسيب كابايرو وينزل. كابايرو قبل كده كسب تشيلسي وكسب قبل كده السيتي برده في ضربات جزاء. بعد الماتش بقى الناس كلها توقعت ان ساري هيطلع ينفخ كيبا وان هو خلاص مش هيلعب تاني في الفرقه وان هو ممكن يبيعه او يجمده او بتاع. لكن لقينا بصراحه حاجه غريبه جدا، لان الراجل بيقول لك الناس فهمت الموضوع بشكل غلط، وانا اصلا كنت فاهم الموضوع بشكل غلط. انا كنت فاكر ان هو مصاب ومش هيقدر يلعب. قال لك لا ده طلع ان انا كنت فاهم غلط، وان هو لا الراجل كويس ممكن يلعب عادي، فانا مش هاخد معاه اي اجراء. ودي حاجه كانت غريبه جدا، لان الموضوع كان واضح للناس كلها لا هو عايز يلعب وعايز يكمل، وانت بتقول له اطلع. فالموضوع ما كانش يعني لا ما تحاولش تضحكوا على الناس، يعني الراجل كان خلاص انت يعني منظرك بقى وحش وهو بيقول لك اطلع وانت مش عايز تطلع. فبصراحه ساري انا شايف ان هو لو ما خدش قرار مع كيبا الموضوع في الدريسنج روم بعد كده مع تشيلسي هيبقى صعب جدا. جوارديولا الراجل يعني بصراحه بيعمل كل حاجه مع السيتي، ده تاني كاس ياخده، ماشي بشكل كويس جدا مع الفرقه في الدوري، وهو خلاص رجع تاني بينافس بقوه وبقى راس براس مع ليفربول.
يمكن هو في دوري الابطال بس اللي عنده مشاكل كبيره، خاصه ان هو لما بيلاعب فرق، يعني طبعا بيلاعب فرق بمستويات تانية في دوري الابطال، وشفناها حتى في الماتش بتاع شالكه كان عنده صعوبات شويه رغم ان هو كسب في الاخر. بس الراجل جوارديولا مش مطلوب منه اكتر من كده، وعامل موسم هايل جدا مع السيتي. في حاجه برضو عايزين نتكلم عنها، حته برناردو سيلفا. الراجل كذا ماتش وجوارديولا طاير بيه السما، قال لك برناردو ده لعيب شخصيته حلوه جدا ومن احسن اللعيبه اللي موجوده في فرقتي ومن احسن اللعيبه الموجوده في العالم. وفعلا برناردو سيلفا يعني الموسم اللي فات ما كانش لسه دخل في الفورمه قوي ودخل مع الفريق، لا السنه دي اداؤه عالي قوي، لما حتى بيلعب ثالث في نص الملعب مثلا، سواء بيلعب جنب دي بروين او جنب ديفيد سيلفا، او حتى لما بيلعب وينج مكان ستيرلينج ناحيه اليمين، لا دريبلر هايل جدا، هادي وكورته حلوه وعينه حلوه كمان في الباص. فبصراحه برناردو مكسب كبير قوي، وانه يقعد سانيه وانه يقعد محرز، فدي حاجه تبين قد ايه هو مستواه وصل لحد فين. السيتي بيبقى عنده مشكله كبيره جدا لو الفريق اللي قدامه مش فكره ان انت بتلعب ب 11 لعيب تحت الكره وخلاص، او 11 لعيب واقفين قدام منطقه الجزاء وخلاص، لا. مشكله السيتي حقيقيه ان انت بتقفل عليه المساحات اللي بين الخطوط، اللي بين خط الدفاع وبين نص الملعب، والمساحات اللي بتبقى بين الباك وبين السيرد باك. هي دي المشكله اللي بيواجهها السيتي مع اي فريق بيعمل الحته دي، وده اللي خد باله منه ساري في الماتش وعمل الحته دي، ان هو ازاي كان قفل الجبهات وقفل المساحات اللي بين الخطوط. فده خلى فرقه السيتي على طول كروسات، وطبعا الكروسات عندك طبعا ديفيد لويز وعندك روديجير كانوا بيتعاملوا مع الكور دي. يمكن في كوره روديجير دخل شال اتنين من كتر ما كان في ضغط ومن كتر ما فرقه السيتي كانت بتحاول تلعب على اي مساحات. لكن بصراحه الماتش ده يعني ساري زي ما قلت يعني تقمص شخصيه الطليان، وقال لك انا هلعب يعني زي ما كنت كان بيلعب، او ما زي مدربين الطليان بيلعبوا، ان انا خلاص بقى انا مش هفتح وهقفل كويس جدا، ده ماتش كاس. ولو كان هو لعب بالسيستم ده في ماتش الدوري ما كانش الماتش خلص بالسكور ده. دي كانت اهم ماتشات الاسبوع ده. احنا موجودين على تويتر وعلى فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى انستجرام على كأن كيف النين، ونشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.